لوري روبرتس بيتنمروا عليها كل يوم. أتمنى تكوني بتحبي تقضي وقت معانا بالطريقة دي. إيه، مثل مس باربي بتاعتي. دي شبه صاحبتها بالظبط. أهو مكان مثالي ليها. باربي المسكينة مش واخدة راحة من التنمر. ده اللي تستاهليه. المدير هيعرف اللي حصل ده. التنمر بالطريقة دي غير قانوني. باربي، أنا آسفة إني دخلتك في ده. واو، أنتي كمان شايفة ده؟ آسفة جدا يا ميري، لكن أنا هستلف ده. باربي، أنا متحمسة هاي. الريحة دي مقرفة. لازم نهتم بده. بصي حمام. طيب استمتعي بوقتك. ممكن آخد باث بوم هنا؟ أكيد طبعا. بصي عليها، ممكن تتفرجي على ده للأبد. لطيف قوي. وقت إن احنا ننضفك. مش هيوجع خالص. أعتقد لأ. أيوة، واضح إن احنا بلغنا شوية. كله خلص. مفيش حاجة أفضل من الفوطة الناعمة بعد حمام لطيف. واضح إنه عجبها جدا، لكن لسه في حاجات نعملها. لوري هي كمان محتاجة حمام قوي. طب يلا نبتدي. واضح إن باربي عايزة تنتقم بعد حاسة الفرشة. أيوة، ده هيكون مسلي. أتمنى تكوني بتحبيه سخن يا لوري. ده بيحرق. ده بيوجع قوي. ليه يا صغيرة انتي؟ دلوقتي تعدلنا. واضح ان الحبوب استولت على وش لوري. احنا لازم نتعامل مع ده كمان. ابتدي منين حتى؟ كل ده كان جواه. مقرف. ده رهيب. كويس ان علبة التجميل موجودة علشان نتعامل مع ده. أداة الحبوب هي بالظبط اللي احنا محتاجينه. بالأداة دي بشرة لوري هتكون صافية في وقت قصير قوي. واو، هايل. دي فعلا نفعت يا باربي. واو، وشك. أيوة، ممكن أنا كمان أستخدم الشيء ده. طيب انتي مستنية ايه؟ يلا نعمل ده. وبسي، دي غلطتي. أنا هصلح ده حالا. أنا مش هعرف أعمل ده لوحدي. احنا محتاجين دكتور. احنا محتاجين مساعدتك يا دكتور. أنا هفتح الباب. ايه ده؟ فين الدكتور؟ واو، أنا ما شفتكش هنا. دكتور باربي للإنقاذ. شكرا يا دكتور، أنت أنقذت حياتي. أيوة شكرا، مش هتحصل تاني. سلامتك يا باربي. إيه ممكن يكون أفضل أكتر من اللعب مع صديقتك المفضلة؟ القشرة مسببة لي حكة. بصي على التلج ده. أنا لازم أغير. دلوقتي كده أفضل. دلوقتي التلج مش هيكون مشكلة. ده محرج قوي. هي يمكن يكون في حاجة لدفع علبة التجميل بتاعتنا. أيوة، ماسك للشعر مثالي. الوصفة دي أكيد هتعالج القشرة اللي في شعر لوري. دلوقتي يلا نحط كابل التجفيف. وإحنا مستنيين هنمضغ اللبانة دي شوية. استني يا لوري، ما تفرقعيش البالونة. انتي قلتي حاجة؟ أيوة، وانتي ما سمعتيش. شعري باظ. يلا نشوف. واو، شعري ناعم جدا. مش عارفة أقول نفس الحاجة. وبسي، هحاول أعمل اللي أقدر عليه عشان أصلح ده. أوعدك. الأول يلا نشيل كل الخص اللي ملهاش لازمة. ما تقلقيش يا صديقتي، أنا هعرف أتعامل. انتي بتخططي لإيه؟ أنا مش عايزة أكون من غير شعر. ده مش هيحصل. بصي على ده. أنا هساعدك بالإكستنشن ده. واو، شكلي رائع. هاي فايف يا لوري. أكيد يا صاحبتي، انتي رائعة. عمل الميك أوفر متعب جدا. واو، ده فعلا شعر كتير قوي. كويس إن أنا جبت شرايط واكس. ما تقلقيش يا لوري، لما تيجي تصحي رجليكي هتكون ناعمة ونضيفة. دلوقتي كل اللي فاضل واو، ده بيوجع. باربي بتعملي ايه؟ خلاص كده، أرجوكي كفاية. فاضل واحدة بس. لا مستحيل، أنا مش هعمل ده. مسكتك. لا. أنا هوريكي. ده وقت إن نجري. انتي رايحة فين؟ تعالي هنا. انتي ازاي سريعة كده؟ واو، ده في الواقع كويس جدا.
أوه أنا بحب طعم شاي إيرل جراي. يلا نشرب يا باربي. ايوه انتي ريحتك مقرفة. قصدك ايه بده؟ اوه لا، تنبيه بتلوث، عندنا تسرب سموم نتعامل معاه. ايه اللي بيحصل؟ مستوى التلوث عالي جدا، هنحتاج نخلص الفم من المشكلة دي. أكيد هنتخلص من كل الجير ده. ابتسمي لنا يا لوري. لطيف، دلوقتي الابتسامة دي أكيد هتلفت الانتباه. صوابع الرجلين المقرفة ممكن تبوظ مظهرك جدا. لازم نهتم بده أعتقد. أيوة انتي فعلا سبتي نفسك يا صديقتي. انتي اللي بتقولي كده؟ ووبس. ما تقلقيش، انضمي لي. لطيف ودافي، أي حمام ممكن يتحسن بباث بوم. لطيف ونضيف، لكن لسه ما خلصناش. وقت إن احنا نشتغل على كعب رجليكي. يلا نعمل ده. ده بيزغزغ. المانيكير الأزرق ده هايل. شكراً يا باربي، أنا حبيته. كنت هعمل إيه من غيرك؟ البنات اللي على الغلاف المجلة دول حلوين قوي. لوري، إيه اللي معاكي هنا؟ أنتي محتاجة شوية مساج في الوش. إيه الحاجات الغريبة دي؟ دي كور تلج عشان التجاعيد. يلا نشوف هيعملوا إيه. واو، أنا حاسة إني منتعشة قوي. هاي باربي تعالي هنا. إحساس غريب قوي. حاجة غلط حصل. باربي لحسن حظها إن صديقتها المفضلة هنا. لوري هتصلح المشكلة دي في منتهى السرعة. مش انتي جميلة قوي؟ شوية ميك اب راقي هيساعدنا. لوري تعرف كم حاجة في الموضوع ده. اي شادو أخضر، ليه لأ؟ خلصتي خلاص يا لوري؟ أنا عايزة أشوف. طيب شكلي عامل إيه؟ رائع صح؟ لا مش رائع، مش رائع خالص. مش عاجبك؟ جرحتيني جدا. يلا اغسلي كل ده. انتي هتعملي ايه؟ انا هعملك الميك اب. مش واثقة في الموضوع ده. ما تقلقيش، انا هايلة في ده. شوية اي شادو رقيق هيبرزوا عيون لوري. الملمع الرقيق ده هيبرد شفايفها، وشوية بلاش خفيف هينعش اللوك بتاعها. واو، انا جميلة قوي دلوقتي. اخر تفصيلة، شوية جليتر هيخلوا كل حاجة افضل. هاي هتشوف. واو، عملتي كده ازاي؟ ما عنديش فكرة، لكن لايق عليكي. خليني اوريكي فستان احلامي. انا شفته في مكان هنا. اهو. رائع مش كده؟ استني، بكام؟ ايوه، مستحيل اقدر على سعره. لوري، انا لازم امشي شوية. ايه ده؟ ما تزعليش يا صديقتي، انا هعملك فستان. غرزتين خلاص خلص. ممكن تبصي دلوقتي؟ مستحيل. هايل، جربيه يلا. شكلي بقى زي الأميرة الحقيقية دلوقتي. ما تنسيش شعرك. صح، شكلك رائع يا صديقتي. وانتي كمان يا صديقتي. وقت ان احنا نغزو العالم. واو، بصوا على الجميلة دي. لوري، شكلك رائع. هاي، انت سامعني؟ مش مشكلة. تحبي نخرج في ميعاد؟ ايوه طبعا. ايوه، واضح ان باربي كمان لقى بتاعها. شكلي دي بداية قصة رومانسية حقيقية. لازم نسرع. حبي، في يوم هنبقى مع بعض. انتي ما تعبتيش من الفشل يا كيري؟ يا شباب كفاية. ايه الدوشة دي؟ كيري في مشكلة تاني. هاي كيري، تعالي خليني أساعدك. شكراً يا لوري. مقرف جداً. القاعدة رقم 1، اغسلي ايديكي أكتر. أكيد يا حبيبتي، يلا نحضن بعض أحسن. ما أعتقدش يا كيري، في شغل كتير مستنينا. شكلك رهيب. انتي شفتي أسنانك؟ دي تعمل لأي دكتور أسنان كوابيس. خلاص كده، احنا هنخليكي جميلة. ايه؟ ازاي ممكن أكون جميلة؟ هتشوفي دلوقتي. يلا نفتح البوكس الصغير. واو، حاجات كتيرة قوي. الأول محتاجين نعتني بأسنانك. كويس إن احنا عندنا أجهزة لده. مفيش لو ولا لكن. تماسكي. احنا خلصنا ولا لسه؟ يلا نشيله. أبيض لولي.
لطيف. دلوقتي يلا نضيف تفاصيل أخيرة. ستايلش جدا. لوري تعرف شوية حاجات عن مستحضرات التجميل. هاي، أنا لوري. بصوا على الجميلة اللي جنبي. دلوقتي لازم نعتني بالحبوب دي. إيه المشكلة يا كيري؟ شكلها وحش. ما تقلقيش، أنا عارفة إزاي أتعامل مع الحبوب. هوريكي. كاري عملتيها. ووبس، غلطتي، ما كانش قصدي. ما تقلقيش، لكن مش ممكن نوقف هنا. إحنا لازم نهزم الحبوب دي. وأنا عندي حاجة للمناسبة دي. وقت توديع الحبوب الرهيبة. ما تقلقيش، مش هتوجع خالص. لو حاسة إنك عايزة فيدجيت، فرقعي الحبوب دي بدلها. ده كان صعب جدا، لكن عملناها. دلوقتي بشرة كيري بقت نظيفة جدا. واو، هايل. ثانية واحدة يا صديقتي. أهلاً، أنا مش سامعاكي. أعلى شوية لو سمحتي. وقت الاهتمام بودانها كمان. علبة صغيرة مميزة فيها حاجات كتير. حاجات زي الشمع لإزالة الشعر الزائد. الأول لازم نسيحه. يلا نشغل السخان. كله تمام. دلوقتي الجزء المشوق. يلا نتخلص من الشعر. طيب يا كيري، ما تتحركيش. خليكي واثقة فيا. 3، 2، 1. دلوقتي هتسمعي كل حاجة يا كيري. ده كان مخيف قوي. مبروك يا كيري. دلوقتي ممكن أخيراً تلبسي حلق لطيف. واو، راقي جداً. عجبني. لوري، أنتي صديقتي العزيزة. أنا بهديلك الأغنية دي. كيري، أنتي رائعة جداً. استني، إيه ده؟ عندك قشرة. ده مش هينفع خالص. سيبي المايك. يلا نعتني بشعرك. مفيش ضفاير تاني. الأول تقشير فروة الراس. يلا نخلي راسك كويسة ونظيفة. الفوم ده ناعم جدا. روحي للشاور. احنا عملناها يا صديقتي. بصي شعري بيلمع ازاي. ايوه يا كاري، هاي فاي. لكن احنا لسه ما خلصناش. ايديكي رهيبة. فين بوكس التجميل السحري بتاعنا؟ هو ده اللي احنا محتاجينه بالظبط. يلا لازم نتخلص من كل الشعر الزائد. لإزالة الشعر هيكون مفيد هنا. هاي، ده في الواقع نفع. امتى هتبطلي تشكي فيا؟ اتفضلي، الخواتم دي ليكي. وادي اكسسوار اكتر. عجبك؟ اكيد طبعا يا صديقتي. دول بيلمعوا قوي. حواجب لوري مثاليين جدا. ايه ده يا صديقتي؟ احنا هنعمل لنفسنا شنب؟ لا يا كاري، ده ستنسل للحواجب. يلا دلوقتي وريني حواجبك. ازاي قدرتي تفضلي عايشة كده الفترة دي؟ ده مش مضحك يا لوري. انتي صح، احنا هنصلح المشكلة دي على طول. في حاجات كتير بتحصل هنا. احنا هنترك كل المتطفلين دول. شايفة ده؟ آسفة يا صديقتي، عاجبني اللي انتي عملتيه كمان. دلوقتي للخطوة اللي بعد كده. دول هيحسنوا حواجبنا أكتر. شوية حركات بالفرشة وخلاص. جميلة قوي. دلوقتي يلا نشتغل على الشفايف. أنا مش هسمع أي اعتراضات. بصي على ده، هنستخدم ستنسل لشفايفك كمان. ده مناسب جدا. واو، طلعت مثالية قوي. أنا حاسة إن أنا مستعدة لمواجهة العالم. يلا نشوف. إحنا نسينا حاجة؟ مفيش حبوب تاني. حواجبك مثالية. صح، شعرك. انتي محتاجة ستايل جديد. الأول يلا نصبغ. مفيش حاجة ممكن تكون بسيطة أكتر. إحنا عندنا كل حاجة في علبة التجميل بتاعتنا. شوية كمان بس يا كاري. التجميل بيحتاج تضحية. يلا نتخلص من الكاب الغريب ده. واو، كاري بقت بلوند. دلوقتي وقت تسريحة جديدة. الأجهزة اللي بنثق فيها هتساعدنا في ده. واو، حبيته. وقت إن احنا نعمل ميك اب.
في إيه دلوقتي يا لوري؟ دلوقتي روحي دريسنج روم. أعمل إيه هنا؟ فهمت، هغير. ثانية واحدة. طيب شكلي عامل إيه؟ انتي رائعة يا كيري. وقت فوتوشوت صغيرة. ابتسملنا يا جميلة. شكلك رائع يا كيري. ايه رأيك نروح المدرسة دلوقتي؟ تعالي ورايا. هي دي فعلا النرد الملزقة كيري. بصوا اهي هنا. كيري خلينا ناخد صورة واحدة. واو، أنا حاسة بإحراج شوية. استني، دول حتى هيدفعوا لي عشانها. مش بيحتاج كتير عشان تكوني جميلة. كل اللي انتي محتاجاه صديقة كويسة وشوية أجهزة مفيدة. أحلام النهاردة الحلوة خلصت. مين جاي بدري قوي كده؟ المعجبين طبعاً. لوسي ممكن تكون فقيرة لكنها مشهورة جداً. صباح الخير يا شباب، أنا جاية. لوري الغنية من الناحية التانية ما عندهاش ولا معجب واحد. ده مش عادل. استني عندك يا أختي. ما ينفعش تفتحي الستائر الصبح. أوكي؟ ممكن لوري تلاقي معجبينها؟ أنا جاية. عاملين إيه؟ لكن المعجبين عمرهم ما هيخونوا نجمتهم لوسي أبداً. مزعجين. نجمتنا أهي، والمشهورة ما ينفعش تمشي. المعجبين هينظموا أحسن وسيلة نقل. يا ترى وحشتكم يا غاليين؟ أي مكان بتظهر فيه لوري فيه عرض غني بيبدأ على طول. بتمطر فلوس تاني، وزي ما بيحصل كل يوم. والنهاردة لوري بتقعد هنا. امشوا من هنا. الصف الأول للناس الأغنياء بس، وخلي كل الناس يشوفوا الشنطة الغالية دي. دي تعمل العين. لكن مشاكل الناس التانيين ما بتزعجش الأشخاص المهمين خالص. لوري ما بتهتمش غير بنفسها وبس، وبترمي اللبان حواليها. لوسي الفقيرة ما بتعملش كده. هي مؤدبة قوي. دي حتى بتعمل ورق الغش لكل الطلاب. في ورق كفاية للكل. لوسي هزمت أختها تاني، لكننا هنشوف مين فيهم اللي هتفوز. لوسي طيبة بشكل رهيب، لكن لوري بتعمل حفلات هايلة. اتفضلوا يا شباب. لكن حتى الحلويات مش هتخلي لوري مشهورة. لوسي عاملة حفلة كمان، ده مع دعوة الضيوف. لوسي كمان عملت دعوات جميلة وكلها ببلاش. يا شباب بسرعة على حفلة لوسي. كايلي عارفة هتعمل ايه. مش هنلعب استغماية يا بنات؟ ابدأي انتي. فين الضيوف؟ لوسي بتفوز تاني. الحفلة هتكون ممتعة. استمتعوا يا شباب. وجبات كرتون؟ البرجر الورق ده شكله مخيف. ده مش هينفع. الأصدقاء عارفين هيلاقوا الوجبات فين. سحبوها من سفرة لوري الغنية. يا شباب كويس إن انتوا رجعتوا، لكن الضيوف موجودين هنا بس دقايق قليلة. احنا كلنا هنا يا لوسي. دلوقتي ممكن نستمتع. حفلتك خلصت يا أختي. بوليس تعال هنا حالا. حفلتي اتسرقت والظابط وصل فعلا. امسكهم يا حضرة الظابط. ده هيعلم الخونة دول درس. انتوا عاملين دوشة هنا ليه؟ روحوا على بيتكم فورا. للأسف هنضطر نوقف استمتاعنا بالحفل. لكن لوري دايما هتريح أختها اللي بتحبها. لوري عندها دولاب جميل، صعب تفضلي على رجليكي. أوبس، عندنا حادثة صغيرة هنا. لوسي انت كويسة؟ دلوقتي كل الناس هينسوا لوسي بما إنها بتعرف. لكن مش ده اللي حصل. دلوقتي لوسي بقى عندها معجبين أكتر، والكل عايزين يمضوا على الجبيرة. هاي دي فكرة حلوة. الجبيرة دي هي مفتاح الشهرة. مين عايز يسيب لي أوتوغراف؟ أقفوا في طابور. أختي كده كتير قوي. استمروا يا شباب، ما تنشغلوش. دي لحظة هايلة لعمل مقلب. ده علشانك يا لوري. يا رب تخفي. فهمتيها يا أختي؟ إنك تكوني غنية فاشلة بتغيظ جدا. والأم بتعمل ده تاني. النهاردة في عملية تنظيف كبيرة. كل ده لازم يخلص قبل النهاردة بالليل، وأنا عندي حاجات أعملها. التنظيف فقير جدا، لكن لوسي مش خايفة من إن إيديها تتبهدل. أختي مش عايزة تعملي شوية فلوس؟ أيوة، ممكن أستخدم شوية فلوس من مصروفي. التنظيف مش مشكلة كبيرة. المعجبين المخلصين ممكن يعملوه. محتاجاكم يا ولاد. عمرهم ما خذلوها. شايفين القايمة دي؟ كل حاجة لازم تخلص قبل النهاردة بالليل. إيه قايمة المهام الطويلة دي؟ يلا نبدأ بالأطباق المستخدمة.
لوري وصلت في توقيت سيء جدا، هي كده بتعطلهم. لكن فريق التنظيف في كل مكان، حتى في الحمام. أنا بغسل الهدوم هنا، محتاجة مساعدة؟ مستحيل. الناس الأغنياء مش بيهتموا بنظام يوم الفقراء، إحنا لازم نهدى. مسلسل التلفزيون اللي بتحبه هو اللي هيساعد لوري. انتوا تاني ابعدوا عني. لكن الأصدقاء لازم يمسحوا الأرض، وعدوا لوسي. خلي لوري تمشي. ولما الليل جه البيت كان بيلمع. برافو يا لوسي، انتي أنجزتي شغل هايل. لما تحسي دايماً بشعور جميل لما مامتك تمدحك. طيب وأنا؟ دي كانت فلوسي. لوسي دايماً هتريح أختها اللي بتحبها. إزاي تلفتي انتباه فتى أحلامك؟ تصطاديه بطعم من الفلوس طبعاً. تعالالي يا دينيس. What؟ بوعدك مش هتندم. والفريسة أكلت الطعم. شوية كمان والحب هيكون مضمون، والأمير في مكانه خلاص. حبيبي الميعاد الأول وبعدين الفلوس. لكن ده مش الاتفاق اللي دينيس وافق عليه. مفيش مواعيد، لكنه مستعد يروح لنهاية العالم مع لوسي لأنها جميلة جداً. لكن لوسي ما عندهاش وقت دلوقتي، مفيش ولا دقيقة تخسرها. يا شباب تعالوا عندي هنا دلوقتي حالاً، انتوا لازم تشوفوا ده. والمعجبين هنا فعلاً يتمنوا إن لوسي تنتبه لهم، لكن الشهرة متعبة جداً. لوري بتتمنى لو كانت تقدر تعمل ده. كافيترية المدرسة زحمة النهاردة، لكن لوري الغنية عندها ترابيزتها الخاصة. ففي إيه على الغدا؟ يا ويتر تعالي هنا، أنا هاكل غدا راقي وباقي الناس التانيين ياكلوا وجباتهم السريعة. الغدا على السفرة. استمتعي بوجبتك يا مس لوري. للأسف إن أكل الأغنياء ريحته وحشة قوي، ما ينفعش تهزروا مع السي فود. ولوسي معاها حاجات شهية جداً على الغدا. قشر فواكه. لازم ننقذ المشهورة فوراً. أنت عارف هتعمل إيه يا دينيس؟ استمتعي يا لوسي. لكن البرجر صغير قوي، لازم نخليه أحسن. المعجبين هيشاركوا وجبة لذيذة مع النجمة. دلوقتي ده برجر النجمة. شكراً يا شباب. طيب يا ترى هتاكلي العملاق ده إزاي؟ لكن الغدا لازم يتأجل. الصحفيين هنا. لوسي عملت أكبر برجر في تاريخ المدرسة، ده رقم قياسي. ودلوقتي لوسي هتكون على الغلاف. الشهرة تخطت الحدود. لوري عندها ميعاد الليلة في قاعتها السينمائية الخاصة. ارتاح يا براندون. واو، كرسي المساج مريح جداً. اضغط على الزرار واسترخى. لكن الكراسي الذكية أحياناً بتعطل. إيه اللي بيحصل؟ أنا هنقذك يا براندون. لازم نطفي الكرسي المخيف ده فوراً. هي لوسي ظهرت ليه؟ لوري أنتِ قاسية قوي. لوسي ما عرفتش أعمل حاجة. ما تقلقش يا براندون، أنا هنقذك. تعال معايا. أحياناً الأغنياء ما بيعرفوش يتصرفوا. ليه تروح السينما لما ممكن تتفرج على فيلم في البيت؟ مفاجأة يا براندون، في عرض عرايس هيتعرض حالاً. واو، لوسي مبدعة قوي. إيه القصة دي؟ إيه رسوم الجرافيك دي؟ أحسن بكتير من أي إقبال جماهيري. لوسي بتعرف إزاي تخطف الجمهور. في حدث كبير في المدرسة. الانتخابات الرئاسية هتبدأ حالاً، ودلوقتي مرشحة الأولى هتتكلم. دي لوري. أهلاً يا جماعة، صوتوا لي. والجمع أصوات أكتر لازم تصرفي شوية فلوس. دهب؟ ده ممل جداً. ما عندكيش حاجة أحسن؟ واضح إن الحملة الانتخابية فشلت، لكن لوري مش هتستسلم بالسهولة دي. هتبهر المرشحة الرئاسية التانية. بصوا لوسي المهملة شكلها طالع إزاي في الصور. ده عدم احترام. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ لكن مش لازم تهزمي الشهرة بالسهولة دي. الصور السيلفي هتكون ترند. لوسي بتعرف إزاي تتصور صور حلوة. ووقت لوري خلص. لوسي انتي بطلة. تعالي بسرعة للمسرح. يا ناخبين لو سمحتوا ادعموني. والأكياس المعمولة يدوياً دي تذكار ليكو. جميلة قوي، أحسن من الذهب بكتير. ليه بتنظموا انتخابات؟ المسألة واضحة جداً. لوسي هي رئيستنا. مبروك للفايزة. ينفع رئيسة اتحاد مدرسة تكون فقيرة؟
لكن النهاردة يلا ننسى موضوع منافسة الغنية والفقيرة. ده عيد ميلاد لوري. يا شباب انتوا معزومين على الحفلة، الضيوف قربوا يوصلوا. هتضطري بس ان انتي تنتظري شوية وشوية انتظار كمان وشوية كمان أطول. محدش هيجي حفلة لوري لأنها مش مشهورة خالص. أنا جاية أنا جاية، دي لوسي بس لكنها جايبة حاجة. أنا مش عايزة هديتك يا مشهورة، امشي بعيد. أنا هعمل حفلة لوحدي. لكن لوسي مش هتسيبها. في فكرة واحدة أصحابي، دي أنا لوسي، تعالوا حفلتي دلوقتي حالاً. هيكون في حاجات حلوة كتير ورقص، ما ينفعش تفوتوا حفلة لوسي. تم إنقاذ الحفلة. عيد ميلاد سعيد يا أختي، دي هدايا كتيرة. لوري كانت غلطانة إنها تحس بالحقد ناحية لوسي. طيبتها هتنقذ العالم.